اهلا بكم يا دكاترة الكورة في حلقة جديدة من دكتور كورة. جاي لك النهاردة بكل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها عن النادي الاهلي والصفقات الاخيرة لحد دلوقتي. وكمان بدأنا نشوف ان مارسيل كولر طلباته بدأت تتنفذ على ارض الواقع، وده ان دل على شيء فيدل ان الادارة سمعت صوتنا وان الخطيب بدأ يتحرك وبدأ يفوق هو ومجلس ادارته. وفي النهاية الحصيلة ايه؟ الاهلي هو الكسبان من كل اللي بيحصل ده. انا احمد ابراهيم ودي حلقة جديدة من دكتور كورة، يلا بينا. صوتنا خلاص وصل الادارة والمسؤولين سمعونا، والخطيب وصلوا غضب الجمهور. مارسيل كولر كان له طلبات واحنا كنا بالنادي احنا عايزين طلبات الراجل ده تتنفذ، وبالفعل الطلبات بتتنفذ. فاحب اقول لك اول طلب ان مباراة بيراميدز الجاية هتكون على استاد القاهرة الدولي، مش هتكون على ملعب الاهلي والسلام. دلوقتي اغلب مباريات النادي الاهلي هتكون على استاد القاهره الدولي، وهو ده اللي عايزه مارسيل كولر. واحنا يا عم بننفذ الطلبات اللي انت عاوزها واللي انت نفسك فيها. الراجل كنا جايبين له دانيال افري، او هو كان طالب دانيال افري، شايف ان هو محتاج ان هو يشوف له فيديوهات كتيره. فالراجل موجود مع منتخب غانا للمحليين في مصر. فبالفعل النادي الاهلي خلى ان الفريق الغاني يلعب مع النادي الاهلي في وديه النهارده، طلب من طلبات مارسيل كولر، والنادي الاهلي ينفذ الطلب ده. وشارك فيها دانيال افري، وكمان شارك فيها بالنسبه للنادي الاهلي شارك عندك كهربا وعمار حمدي. الراجل ادالهم فرصه لحد تقريبا يعني كهربا شارك تقريبا لحد الدقيقه 89 او حاجه، وعمار حمدي ظهر بشكل كويس جدا هو وكهربا. بالنسبه بقى لدانيال افري، دانيال افري الراجل شايف ان هو مبشر، لاعب بروميسنج. هو جاب جون من ضربة جزاء في المباراة، وبالمناسبة المباراة خلصت 3-1 لمنتخب غانا للمحليين. القرار هو قرار مارسيل كولر وبس. طيب في صحف وفي ناس طلعت اتكلمت وقالت عايزين نلحق دانيال افري قبل ما يتخطف، وفي نادي زيورخ السويسري عايز يخطف الولد. مفيش الكلام ده، والكلام ده مش صحيح على الاطلاق. اللاعب دانيال افري عقده هينتهي النهارده اخر يوم ليه، 31/12 اخر يوم لدانيال افري. فانت هتقدر تاخد اللاعب ده فري. طب هتقول لي هو مقيد افريقيا، وانت طلعت في فيديو فات وقلت ان اللاعب ده مشكلته ان هو بس مقيد افريقيا. ايوه هو مقيد افريقيا، ممكن ما استفيدش منه في افريقيا السيزون ده، بس استفيد منه بعدين. بس هو هيفيدني في الدوري وفي الكاس وفي حاجات تانية كتير، وخصوصا ان لاعب صغير، فليه لا؟ يعني ليه ما كسبوش؟ فده بالنسبة لدانيال افري. طب رأي كولر ايه بقى؟ والقرار، مش انت قلت لي ان القرار قرار كولر مقتنع بيه، واللاعب وقع رسميا للنادي الاهلي، بس التوقيع ده لسه مش هيظهر للنور دلوقتي. ممكن النادي الاهلي يفكر ان هو يستنى لحد الصيف. بالنسبة لدانيال افري مارسيل كولر بقى هو اللي هيحدد بقى اللاعب ده هنستنى عليه للصيف، ولا اللاعب ده احنا محتاجين نخلص فيه دلوقتي عشان ننهي القصة بتاعت دانيال افري. ده بالمناسبة عن دانيال افري يعني، والراجل شافه كويس، والراجل ده مش بتاع ان انت تجيب له فيديو واثنين وثلاثة، او تجيب له مباراة حلوة لعبها اللاعب ده من شهرين وبعد كده مباراة سابقة من 5 شهور. لا، هو بيقول لك انا عايز اتفرج على اللاعب ده مش اقل من 10 مباريات متتالية. فهو بيشوف دانيال افري يعني ايه، هو شافه في كذا مباراة، بس دي المباراة الوحيدة اللي شافه فيها قدامه. يعني شافه طول ال90 دقيقة كاملين قدامه، شايف تحركاته وتمركزاته عاملة ازاي، والراجل مبسوط بيه. فده مؤشر كويس. والمعلوماتي ان ادارة النادي الاهلي واخدين توقيع من دانيال افري. الموضوع التاني بقى وهو الحاج فرج عامر او البشمهندس فرج عامر. طبعا البشمهندس فرج عامر من ساعة ما طلع وقال انا عايز حسام حسن اعارة، وعايز زياد طارق اعارة، عشان اديكم خالد عبد الفتاح البديل لاكرم توفيق، والبديل المتاح. خلي بالك خالد عبد الفتاح لعيب كويس، يعني لعيب لو انت اتفرجت عليه فهو لا لعيب كويس وقطيع حلو، ولعيب بيعرف يطلع بالكوره كويس وبيبني الكوره كويس. بس ولكن المشكله تكمن في نادي سموحه ذات نفسه. انت مش قادر تقيم اللاعب كويس عشان نادي سموحه اساسا يعني
تقريبا كل فريق سموحه كان مفكك، حتى بالاداره كان في اداره وبعدين الاداره مشت وبعدين رجع البشمهندس فرج عامر تاني. ودايما بيلعبوا الكرة بتاعتهم مش احسن حاجة، ودايما مضغوط عليهم ودايما متأخرين، فده بيخلي فرصهم اساسا في الهجوم ضعيفة جدا. والدليل ان هم ما جابوش في الدوري غير 3 4 تجوان، فالدنيا بتاعتهم مش، ما انتش قادر ان انت تقيم خالد عبد الفتاح كويس. ولكن هو لاعب مبشر جدا ولاعب كويس، وادام مارسيل كولر هو اللي بيقرر كل لاعب فخلاص هو مقتنع بيه، فيبقى يجي الراجل ده. فخالد عبد الفتاح في الرتوش الاخيره، ويجي ان شاء الله هو كمان للنادي الاهلي. لازم بقى تعرف حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان محمد الضاوي وقع رسميا دلوقتي حالا، وان شاء الله باقي بس ان هو يجي مصر. يعني هو ده بس اللي بقى، هو اللاعب وقع وكل حاجه خلاص، ويعلن النادي الاهلي بس عن اتمام الصفقه، وكده كل الحكايه تبقى ايه، تبقى خلصت. طيب في عندنا ايه تاني هقوله لك؟ هقول لك يا سيدي ان الاصابه بتاعت وفي بقى اخر صفقه هقولها لك، او اخر حاجه انا عارفها او توصلت ليها، يعني ان محمد شكري لاعب سيراميكا كيلوباترا ممكن يجي النادي الاهلي. الكلام ده بنسبة كام؟ بنسبة 70-80%، لان الشغل دلوقتي عليه، الشغل دلوقتي على محمد شكري. في كلام كتير ان محمد شكري يرجع تاني للنادي الاهلي، والاهلي هيدفع شرط 7 مليون جنيه لنادي سيراميكا كيلوباترا، وكمان يعير محمد محمود لنادي سيراميكا كيلوباترا. ومصطفى شوبير بعد الإصابة اللي حصلت له، مصطفى شوبير عنده إصابة في غضروف الركبة، قطع في غضروف الركبة. القطع ده هيتعمل بسببه عملية جراحية، واللاعب هيغيب عن النادي الأهلي تقريبا تقدر تقول من 3 أسابيع لحد شهر ونص، وبعد كده يرجع تاني يتعافى إن شاء الله. خلاص أحمد عبد القادر تمام، محمود متولي تمام، جاهزين لمباراة بيراميدز اللي هتبقى مباراة عنيدة. واحنا عايزين الدعم الجماهيري زي ما احنا متعودين من جمهور النادي الاهلي دايما، ولازم نوجه الشكر والتحية لمجلس ادارة النادي الاهلي ان هو سمع الجمهور، ولازم زي ما هاجمنا الادارة لازم نشكر الادارة انها بدأت تنفذ طلبات مارسيل كولر، وده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين منكم غير ان الراجل ده يبقى كويس، والراجل ده طلباته تبقى تمام عشان النادي الاهلي يبقى تمام. هو شايف ان هو عايز 1 2 3، احنا وظيفتنا ان احنا نلبيه له 1 2 3. وطلع المهندس محمد سراج الدين ووضح الفكرة دي كويس، وقال ان كل ادوات التشجيع بتاعة الجماهير تخش الاستاد تاني زي ما هي، مفيش فيها مشكلة طول ما هي كانت في الاطار القانوني. وعايز اقول لك بس على حاجة، اللي انت مفكره سهل وانا قلته لك في اول الفيديو ان الراجل كان طالب ان هو عايز يلعب على استاد القاهرة فالنادي الاهلي ما عندوش مشكلة وبدأ فعلا الاجراءات. الموضوع ده بياخد وقت، والموضوع ده مش بيبقى محتاج شغل كتير. اولا انت محتاج ان انت تجيب موافقة من الجهات الامنية، ثانيا ان ده مش الملعب الاساسي اللي انت المفروض بتلعب عليه، لان انت من اول السيزون مختار ان انت تلعب على ملعب الاهلي والسلام، فانت دلوقتي غيرته. وخلي بالك ان انت كمان هتأجر، انت كنت بتلعب على ملعب والسلام من غير ما تدفع فلوس، لكن انت دلوقتي هتأجر استاد القاهرة. فالنادي الاهلي ما عندوش مشكلة، يعني ما فيش مشكلة في اي حاجة، هو بيعمل اللي الجماهير عايزاه، واحنا وظيفتنا دلوقتي ان احنا وراكم وبندعمكم. ومباراة بيراميدز مباراة صعبة ودايما مباراة غاتتة، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، هو بيراميدز يفضل نايم 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 ويجي بس ما يصحاش غير على الاهلي. فان شاء الله نتمنى ان الدنيا تمشي كويس بالنسبة للنادي الاهلي. وكانت هي دي كل الحلقة، وهي دي كل الاخبار اللي معايا النهاردة. فما تنساش ان انت الداعم الوحيد ليا، فانزل انت لسه ما دوستش على اللايك، فانزل ادينا اللايك الجميل وتصلي على النبي، واشوفك في حلقة جديدة، والسلام عليكم.